خاصه تكون عند اهل النجف. هم تكون الذبيحه مالتهم او اللشه مالتهم تكون الوزن مالتهم من 15 الى 16 و17 و18. هذا يكون الوزن. ليش؟ حتى يكون اللحم طازج ويكون احنا مثل بمصطلحاتنا نسميه الهرفي، لحم غنم هرفي. فهذا اللي يستخرجون من عند الكباب، وبهيك اوزان تكون لها ثمره ولها نكهتها ولها طعمها. فخذ والضلعه والخاصره تنجرد الضلعه يستخرج من عندها العظام، والخاصره هي اساسا هي ما بها عظام تكون. الفخذ يستخرجون من عنده قطعتين قوزي تكون. ليش؟ لان كل ما يكون الفخذ صغير تكون اللحمه مالته طريه وهرفه، فيستخرجون من عندها قطعتين او قطعه ونص، هذا يكون الوزن مالته مال القوزي. وبعدين يطلعون من عندها سحوله الصنشه يستخرجوها، هاي يعملوها للكباب. فتكون هنا متكونه من سحوله اللحمه الكباب البياض اللي هي مثل ما تشوفوها. الفحم الاوكراني المغلف او الفحم الجبلي اللي يستخرجونه من الجبال، الاشجار اللي بالجبال، هذا ما يكون به رماد ولا يكون به رطوبه، حتى الشيش الكباب ما ينترس رماد ويبقى محافظ على نكهته وعلى طعمه. بالمناسبه يكون الشيش، وزن الشيش اذا كان قليل اقل من 120 راح يقسب وما يصير به نكهه. اذا زاد من 125 الشيش مال الكباب ما راح تستوي البطن مال، يكون وزنه من 120 الى 125. طبعا من امتيازات الكباب الطيبه، احنا نصيح الكباب الطيبه تكون هشه وتكون بياضه. والسمك هو اشهى الاكلات واطيب الاكلات، مع التمه العنبر، القوزي اللي مقرمم بدهن الحر، الخبز الطابق والزلاب. هذا كله يصير سعره 125. تريد سفري، تريد تجي هنا شرفنا، وحي الله زبائننا وناسنا ويستاهلون. اللي اوبن بوفيه في مطعم وحدائق الساقي، وحي الله زبائننا. وتحطيم من الشرقي والمشاوي الغربيه والمشاوي الشرقيه والحلوى والعصائر والفواكه والخبز اللي هو يعني عندنا. خلينا نضيفها فكره الالعاب الحلوه، هي مجانا لاطفالنا الحلوين.